الكلام هقول ده. لكم تاني. رئيسنا قال لنا يا مصريين ريحوا بالكم، عندكم جيش قوي، عندكم قيادات قوية، عندكم اي بلد نعم. قوية. ريحوا دماغكم بقى وناموا على مخدكم كده مستريحين. فكروا في اكل عيشكم. انتوا طالعين دلوقتي بالكمان نغمة بتصوتوا احنا مش لاقيين. اشتغل عشان تلاقي. م. مالكش دعوه بالبلد، مالكش دعوه بجيشنا، مالكش دعوه بقياداتنا. سيب لكل واحد شغلته ومهنته، هو شغال، هو عارف بيعمل ايه. انت خليك في حالك وخليك في شغلك واكل عيشك اللي انت طالع بتشتكي منه، بتقول انا مش لاقي اكل. اشتغل واسعى، شيلك حتى شكارتين اسمنت تجيب بيهم يوميتك، لو انت ما مش موظف ولا عندك اي شغل ولا عندك اي حاجه. وسيب البلد للي ماسكينها، هم عارفين كويس جدا يحفظوا اهلها ويحفظوا شعبها ويحفظوا ارضها. وبجد تحيا مصر وتحيا جيشنا اللي واقف على الحدود، اقسم بالله ما بينام. ربنا يحفظهم يعني يا رب. الشعب المصري يعني الجيش المصري الله يعينه. على اذنكم الله كده واحده يعينه كمان. بجد بصراحة، الله يعينه، الله يعينه يا يا رب مصريين، وينصره. يا